بسم الله الرحمن الرحيم. كبسولة جديدة عن الإسلام في الدستور المصري. المادة الثانية من الدستور عام 1971 تقول إن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية لغتها الرسمية. وكما قلنا من قبل إن في 3 مواد في الدستور بتحدد هوية مصر والمصريين. المادة الأولى بتتكلم عن الجمهورية، بتتكلم عن الديمقراطية، بتتكلم عن المواطنة. المادة الثانية بتتكلم عن الإسلام، بتتكلم عن الشريعة الإسلامية، بتتكلم عن اللغة العربية. والمادة الأخيرة بتتكلم عن الوحدة الوطنية وأن السيادة للشعب. بعض إخواننا العلمانيين، وهم إخوان لنا في الوطن ولهم الحق في أن نختلف معهم وأن يختلفوا معنا، وبعض إخواننا المسيحيين وهم كذلك إخوان لنا في الوطن ولهم أن نختلف وأن نتفق، يفضلون لو أن هذه المادة لم تكن موجودة أو لم تكن موجودة بهذه الصيغة. السؤال الذي نحاول أن نناقشه الآن: هل هناك افتئات ما على إخواننا المسيحيين أو على العلمانيين لمجرد وجود هذه المادة بهذه الصيغة؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة. هنبدأ بأن احنا نؤصل الموضوع من ناحية أنواع الدساتير الموجودة في العالم، من ناحية علاقتها ورؤيتها للدين. هناك النوع الأول، هو النوع الذي نطلق عليه اسم الدستور الشمولي منزوع الدين. شمولي أي غير ديمقراطي، استبدادي، تسلطي، ولكنه منزوع الدين، أي أن الدين ليس مذكورا فيه، بل على العكس هو محرم. وهذه رسالة مهمة. يعني ده معناه إيه؟ معناه أن مجرد عدم وجود مادة في الدستور بتنص على الدين لا يضمن غياب الشمولية. بعبارة أخرى، إن العلمانية لا تضمن غياب الاستبداد، يعني العلمانية لا تضمن الديمقراطية. هنا بنجد في هذا النمط مثلما كان عليه الحال في عهد الاتحاد السوفيتي وفي عهد تركيا تحت حكم مصطفى كمال أتاتورك، إنه من الأفضل ألا يكون هناك دين، لأنهم كانوا يرون أن الدين نفسه واحد من مصادر التخلف. قال ماركس، قال ربنا ما خلقناش والعياذ بالله، إحنا اللي خلقنا ربنا. إحنا خلقنا بمعنى الناس الأغنياء والناس المسيطرين سياسيا عشان يخوفوا العوام، عملوا ربنا والعياذ بالله عشان الناس تخاف منه، أو عشان يوعدهم إن هم يخشوا الجنة لو قبلوا بفقرهم. النخبة القابضة على الدولة ترى أن الدين في ذاته خطر، وأن التدين مؤشر تخلف. هذا النمط الحمد لله لم يكن موجودا في مصر، وإن كان شهدت تونس نمط شبهه في عهد بورقيبة. النمط الثاني هو برضه دستور شمولي، يعني تسلطي، ولكنه يميز دين الأغلبية ويحظر أي دين آخر. احنا ما نعرفش قوي مملكة نيبال اللي دلوقتي بقت جمهورية، مش قضية، دي دولة في آسيا. المهم ان هم سنة 90 تحولت الى مملكة هندوسية لا تعترف لأي مواطن غير هندوسي بأي حق حتى في ممارسة الدين. يعني كانت بتتعامل مع النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين وكأنهم مواطنين بلا حقوق. لو نفتكر حكم طالبان، الحقيقة هم ده اللي عملوه برضه، هم لم يعترفوا بأي ديانة أخرى إلا الإسلام، وده مفهوم لأنه أصلا في أفغانستان حقيقة ما فيش ناس غير مسلمين. لو إسرائيل سيطر عليها الجناح اليميني المتشدد دينيا، هيعملوا إيه؟ هيلغوا الإسلام والمسيحية من إسرائيل، وهيطبقوا الهلاخة، وهيطردوا كل غير اليهود من إسرائيل. إذن عندنا هنا دين غير مذكور، أو أديان غير مذكورة صراحة في الدستور، ولكن هذا كذلك لم يضمن أنه الدستور ديمقراطي. ظلت الدساتير شمولية رغم أنها بتذكر صراحة واحد من الأديان. إذن إحنا لو رجعنا للنمط اللي قبله هنلاقي أن هنا كان الدستور شمولي، يعني كان نظام حكم تسلطي وما كانش فيه دين. هنا كان نظام حكم تسلطي وكان فيه ذكر صريح للدين. احنا لا عايزين لا ده ولا ده، لان الاتنين شموليين. امامنا بديلين اخرين، واحد فيهم بيقول
ان الدستور يكون متسامح، الدستور يكون ديمقراطي، يكون فيه ليبرالية سياسية زي ما أهل الاصطلاح بيستخدموه، لكن يكون محايد دينيا. يعني ايه محايد دينيا؟ يعني ما يكونش فيه ذكر لأي دين. هنا ده النمط اللي بيسموه عادة النمط الليبرالي الأصيل، النمط المتسامح سياسيا، يعني زي ما هو موجود في أمريكا وكندا وأستراليا واليابان ودول أخرى. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه في هذا النمط الدولة بتقول احنا محايدين تماما تجاه ضد الأديان، احنا ما بنعترفش بأي دين ضد دين، الدولة في علاقتها بالدين كأنها معصوبة العينين، ما بتشوفش، عمية. وعلى هذا الأساس هي بتلتزم بحاجتين: الأول إن الدولة لا تحابي أي دين على حساب دين، يعني ما تديش فلوس للكنيسة على حساب الجامع أو للمعبد على حساب الكنيسة، ما لهاش علاقة. ده رقم واحد. اتنين، لا تكره أي مواطن أو أي طائفة على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية. يعني عايز تلبس صليب مفيش مشكلة، عايز تصلي في الشغل برضه مفيش مشكلة. النمط ده هو ما يريده العلمانيون والمسيحيون المصريون، إنه الدين لا يكون مذكورا على الإطلاق في الدستور المصري. كلامهم صحيح لو انه مفيش النمط الرابع، اللي هو حقيقة لا يقل تسامحا عن النمط ده، ولكنه في نفس الوقت بيدي لدين الأغلبية الحق في انه يظهر في الدستور على اعتبار ان ده حقهم باعتبارهم ابناء الأغلبية. هنا بنجد دستور متسامح ويقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية مع توفر شرطين: اولا انه دين الاغلبيه نفسه يكون لديه القدره على استيعاب الحقوق الاساسيه لاتباع الديانات الاخرى. هل الاسلام بيقرر للمسيحيين حقوق؟ طبعا. نفتكر حضراتكم الايه الكريمه اللي بتقول لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. يعني الناس اللي ما قتلكوش عشان انتم مسلمين وما طردكوش من بيوتكم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم عاملوهم بالبر والقسط. شوف كلمة البر حتى في اللغة العربية يقول لك تعجيل الخير، زي ما نقول بر الوالدين. طيب إذا ده الدين نفسه، الدين الإسلامي نفسه بيحترم دين الأقلية. إذا الشرط الأول متحقق، وهو أن يكون دين الأغلبية غير متصادم مع دين الأقلية. ما هواش مثلا دين الأغلبية بينظر لدين الأقلية على اعتبار أنه لا ينبغي أن يوجد، وبالتالي لابد أن تكون هناك حرب دائمة بين الديانتين. ده أولا. اتنين، أن يكون في نص صريح، هذا ما يسمى بالنصوص فوق الدستورية، بمعنى أنها نصوص متفق عليها ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، تقرر لكافة أتباع الديانات الأخرى حقوق متساوية. السؤال: هل هذا الكلام ينطبق على مصر؟ الإجابة نعم. تعالوا حضراتكم نشوف المادة الأولى بتقول إيه. جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي ويقوم على أساس المواطنة. إيه المواطنة؟ قلنا قبل من كده هي المساواة أمام القانون رغم عن الاختلاف. ما يجيش القانون يقول ايه ده انت انت مسيحي يبقى تدفع غرامة 100 جنيه وانت مسلم تدفع غرامة 70 جنيه. لا، ما عندناش ده. المادة الخامسة بتقول ايه؟ لا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية على اي مرجعية او اساس ديني او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل. طب ما هي دي مادة اخرى مهمة جدا، كأنها بتقول لنا انه ما ينفعش يكون في حزب للمسيحيين فقط او حزب للمسلمين فقط. لازم الحزب ما يكونش له صفة الإقصاء الديني، نقول والله لا احنا مش هندخل معنا ناس من أتباع الديانة التانية. الدستور بتاعنا بيضمن لإخواننا المسيحيين وبيضمن للمسلمين أن يعاملوا جميعا أمام القانون بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأحزاب على قدم المساواة. المادة 40 بتقول ايه؟ المواطنون لدى القانون سواء. الله، طب ما دي مادة مهمة جدا، لأن هي دي المادة اللي بتترجم لنا المواطنة. مش احنا قلنا قبل من كده إنه الدستور لا ينبغي أن يتعارض، أي أن تعارض بعض مواده مواد أخرى، وإنما اللي بيحصل إنه في مادة بتضع ضوابط على مواد أخرى، أو
انه تكون المواد كلها بتفسر بعضها البعض. هو ده بالظبط، المادة 40 بتفسر لنا المادة 1، وفي نفس الوقت بتضع قيد على المادة 2. مش المادة 2 بتتكلم عن الشريعة الإسلامية، بتتكلم عن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. بس اوعوا يا مسلمين تسيئوا استخدام كونكم الأغلبية في ان انتم تسيئوا للمسيحيين. ليه؟ لأنه الجميع بغض النظر عن الديانة أمام القانون سواء، أو المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون. ده هو كمان مش سايبك، مش بس بيقول لا، ده بيؤكد على المساواة رغما عن الاختلاف. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس، بسبب الأصل، بسبب اللغة، بسبب الدين، وبسبب العقيدة. تفهم هنا العقيدة بمعنى العقيدة السياسية أو العقيدة داخل الدين كمان. يعني واحد أرثوذكسي، واحد كاثوليكي، واحد بروتستانتي، واحد سني، واحد شيعي، كل هذا ليس مبررا في أن يكون هناك تمييز بين المواطنين، لأن الدستور المصري لا يسمح بهذا. إذن هو كأنه ضمنا ينطبق عليه ما ينطبق على دساتير أخرى كثيرة في العالم. شوفوا حضراتكم الأمثلة دي في الدنمارك وفي أيسلندا وفي النرويج وفنلندا. المسيحية اللوثرية مذكورة صراحة. هتلاقوا حضراتكم كده، خدوا أي مثال، خدوا الدنمارك، هتلاقوا المادة 4 بتتكلم عن إنه الكنيسة اللوثرية هي الكنيسة الرسمية، والملك مسؤول عن احترامها واحترام تعليمها، والدولة بتتبناها. ومع ذلك هتلاقي في المادة 67 بتقول لك لابد من احترام حق البشر في أن يختاروا ديانتهم. ما ينفعش حد يجبر حد على اختيار ديانته. ده في المادة 67. تلاقي حضراتكم في المادة 70 يقول لك ممنوع التمييز بين الأفراد. ما هو بيعمل اللي احنا عملناه. المادتين 67 و70 في الدستور الدنماركي، ما هو ده اللي عندنا ما بين المادة 2 اللي بتقرر الشريعة الإسلامية، والمادة 5 والمادة 40 والمادة 1 نفس الكلام. طيب انجلترا هذه هي الديمقراطية في العالم. الملكة هي رأس الكنيسة الأنجليكانية. نعمل بقى ثورة عليهم ويطلع المسلمين ويطلع اليهود ولا لا؟ المفروض يعني ما اعتقدش. طب الأرثوذكسية هتلاقيها موجودة في اليونان وقبرص مكتوبة في الدستور. طب الكاثوليكية هتلاقيها موجودة في الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا والسلفادور. طب وما بين الدول المسلمة لا توجد دولة مسلمة الإسلام مش موجود فيها مكتوب كده صراحة إلا في عدد محدود جدا. يعني لبنان، ألبانيا، دول الشيوعية السابقة اللي موجودة في وسط آسيا، كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان إلى آخره. إنما بقية الدول التي لها أغلبية مسلمة قررت اعتزازا منها بدينها أن تذكره صراحة، ولكنها في نفس الوقت قررت ألا يكون هذا الدين، ذكر هذا الدين، سببا في الافتئات على حقوق إخواننا من أتباع الديانات الأخرى. ولهذا السبب بالإضافة للمادة الثانية في المادة الأولى اللي تحض على المواطنة، في المادة الخامسة اللي بتتكلم عن أنه ممنوع تكوين أحزاب على أساس ديني، في المادة 40 اللي بتتكلم عن أننا جميعا بغض النظر عن الدين لدى القانون سواء. شكرا.